لكم تكونوا بألف خير. جايه لكم بس بحاجه كده مهمه جدا. جدري. الجدري يا جماعه علاجه حاجه واحده بس، لا تقولي لي مرهم ولا غسول ولا اي حاجه. هو بصراحه ده اللي جاب معايا من الاخر بعد ما جبت علاج كتير. دوت اللي جاب معايا من الاخر. ابني كان عنده جدري ونزلت كشفت عليه والدكاتره كتبوا لي علاج كتير، وبعدين حد يعني دكتورة معينة كده، يعني ايه كبيرة في السن، قالت لي على الجنتيانة دي. بصراحة هي اللي جابت معايا من الآخر. لو حد عنده جدري في الأطفال يا جماعة، علاجه حاجة واحدة بس، انك تتهني الجدري بالجنتيانة دي. الجنتيانة دي يا جماعة هي أسلم حل للجدري. بصوا يعني مجرد دهنتين اتنين بس عمل معايا ايه، نشفت. انا مش قادره طبعا اوضح لكم المنظر. عايزه اقول لكم ان البذور اللي كانت طالعه او فيها ميه طفت يا جماعه. اسلم حل ليك انك تستخدمي الجنتيانه دي، لا تلفي ولا تدوري. هو ده بصراحه اللي جاب معايا من الاخر، هو ده اهو. الامر ما يسلمش يا جماعه. اليومين دولت في جدر كتير بيتنقل من الاطفال اللي هم بيبقوا في الحضانه او بيبقوا في الدروس. فالجدري مال الدنيا دلوقتي. الجنتيانه دي يا جماعه هي اللي بتطفي الحبوب اللي بتطلع اللي هو الجدري. يا رب اكون فدتكم، يا رب اكون فدتكم باي شيء. شايفين مكتوب عليها ايه؟ مطهر للجروح، مضاد للبكتيريا والفطريات.